السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى اقول لكم على مشكلة بتحصل معانا كلنا. لما بنكون بنكوي حاجة والحاجة دي بتتلسع معانا. ناس كتير قوي بتركن الحاجة بتاعتها وما بتستخدمهاش تاني، او مثلا لو في حتة قماش من القماش اللي احنا مفصلينه طلعت شايطة، فمنعرفش ازاي نعمل فيها حاجة وبنركنها. فتعالى اقول لكم بقى النهارده دي معانا الكم بتاع الفستان ده كان ملسوع من فوق كده، فانا قلت ايه هنغير من شكله وبرضه ايه نغير اللسعة بتاعته عشان ايه نخلي شكله احسن، وهنجدده ونخليه التاني يتلبس تاني بدل ما هو كان مركون. هنا عملت ايه، جبت الكم معايا وفكيته زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفيديو، وهجيب القصه بتاعتي اللي انا قصيتها من فوق ديت اهي، الكم من فوق من عند الجيرو، وهقص حته زيه بالظبط. عشان كده بقول يا جماعه الناس اللي بتفصل هدوم ولو اتبقت اي حته قماشه ما تسيبهاش، تخليها معاها وتعمل درج كده وتطبق فيه حته القماش وتحطه فيها عشان بعد كده بتستخدمه. ما تستهونوش بحته القماشه القصقوصه دي، ممكن تحيلكوا حاجه اصلا كانت عندكم هتترمي. بعد كده بقى اجيب معايا الحته دي برضو اهي، هبدا اقصها زي شرايط كده عشان هعمل كورنيشه في الكم كده من ناحيه ما انا قصيت، عشان اعملها زي قصه بالظبط. هنا بقى نيجي اهو نقعد على المكنه. دي الحتة اللي انا هعملها كورنيشة او كالونات زي ما انتوا بتسموها، مش عارفة كل واحد بيسميها ايه. فانا هنا بتنيها، بطني الحرف بتاعها كده تانية رفيعة اهي يا جماعة، تانية رفيعة خالص، مش عايزة حاجة عريضة، بس انا هتنيها عشان خاطر ما عنديش اوفر ان انا اسرفرها عليها. عشان لو تنيتها تانية واحدة القماشة دي بتنسن، انا لازم اتنيها تانية جوه تانية وصغيرة. بس كده اهو، هجيب معايا بقى الكم دوت اللي انا قصيته مكان الحته اللي هي الشيطه. بصوا هبدا اعمل الكالونات كده اهي، كالونات كرانيش اللي انت عايزاه. انا بديك الفكره وانت يعني بديك الفكره انت ممكن تعملي ايه، وانت بعد كده الديزاين او الشكل او اي حاجه انت عايزه تعمليها دي بتاعتك. ده يا جماعه التفصيل ده فن، يعني انا بديكي بس الفكره وانت استخدمي الفكره زي ما انت عايزه تستخدميها. مش لازم تستخدميها بحذافيرها زي ما انا قلت بس كده بتنيها اهي، اهي كده تنيتها هنا كده خلاص، دي كده اخر حاجه. هبدا بقى كده وهعمل على فوقها شيمه. بصوا يا جماعه الناس اللي هي مش متمكنه ما تعملش الخطوه دي، تعمل الخطوه دي بعد ما تركب القصه دي في بقيه الكم. يا جماعه الناس اللي مش متمكنين ما يعملوش الشيمه دي من فوق، يعملوا الشيمه دي بعد ما يتركب الكم كله خالص ويتقفل، وبعد كده يعملوه، عشان انتوا كده لما هتيجي تركبيه في الجزء التاني مش هتعرفي تركبيه. انا بقول لكم يا جماعه عشان ما حدش يقول عملت الشيمه واحنا ما عرفناش نركبها، انا بحب اركبه كده بيبقى شكله احلى. لو انت مش متمكنه على المكنه ركبيه، اعملي الكالونات وبعد ما تعملي الكالونات تركبيه في بقيه الكم الجزء التحتاني، وبعد ما تركبيه في الجزء التحتاني تروحي عادلاه وتعملي الشيمه من فوقيه وخلاص كده. هنا بقى هضطر ان انا بعمل الكم التاني يا جماعه عشان الاتنين يبقوا شبه بعض، وهنا بقيس الكولونات عشان خاطر برضو العرض بتاعه يبقى مقاس واحد، ما يبقاش واحده الكولونات بتاعتها اعرض من التانية. هنا بص بركبهم وخلي بالكم من الوش والظهر يا جماعه وانتوا شغالين. هنا ركبتها خلاص وبرضو هتنيها زي التانية. لو وصلت لغايه هنا بقى تصلي بينا كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي دعوه من قلبك كده. ومتنسيش ان انت تعملي اشتراك للقناة وتشيري الفيديو عشان الفكرة بس ما تقفش عندك وناس كتير تستفاد منها، ويا ريت تفعلي الجرس عشان كل حاجة جديدة انا انزلها توصل لحضرتك. بصوا هنا خلاص انا بتني اهو، اهو بتنيها تانية في تانية اهي، خلاص قربت اخلص. خلي بالكم الحاجات سهلة وبسيطة، بس انتوا بتركنوا الحاجة وبعد كده بتروحوا تشتروا حاجة تانية زيها، طب ليه؟ حرام يا جماعة. انت ممكن تعيدي تدويرها تاني من اول وجديد وتستخدميها احسن من الاول. هنا برضو هركبها واعمل نفس الخطوة اللي انا عملتها التانية، بعمل نفس الخطوة اللي انا عملتها التانية يا جماعة. بصوا اهو بعمل اللي هي الكالونات دي اهي زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط اهي، كالونات في قلب بعض اهي، سهلة جدا. وخلي بالكوا هتغير شكل الفستان 180 درجة. هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم في الاخر هتشوفوا، يعني كان شكله حاجة وبعد كده بقى شكله حاجة تانية. اه هبدأ اعمل الشيمة من فوق. يا جماعة الناس اللي مش متمكنة في التقفيل ما تعملش الشيمة دي، تعمل الشيمة دي امتى؟ بعد ما تركب الجزء بقية الكم، بقية الكم اللي هو تحت يا جماعة تروح عاملة بقى الشيمة دي. بصوا بقى انا اهو ببدأ اهو كده اهو معايا، هقفل بقى
اللي بفتح الحته بتاعه الكم من تحت هنا عشان ابدا اركب الكم كله على بعضيه. ببدا انصص معايا كده الكم، وهنصص من هنا عشان خاطر الكم ما يطلعش فيه لوحه يا جماعه. التنصيص اللي انا بعمله دوت عشان خاطر ما يطلعش فيه لوحه. ببدا بحطها هنا كده اهي، وببدا اقيس معايا اهو، وابدا اشتغل بالراحه اهو كده. شفتوا الخطوه بقى اللي انا بعملها دي؟ لو انتوا مش متمكنين هتلاقوا الشيمه اللي انتوا عملتوها من بره مش هتعرفوا تركبوها، هتلاقوا الشيمه واخده مسافه فمش هتعرفوا تركبوا، فانتوا احسن لكم ما تعملوش الشيمه اللي انا عملتها. بس كده اهو. ببدا الناحيه التانية هركبها اهو كده. كده الكم بتاعي يطلع مرتاح، مفيش حاجه فيه لوحه، وهيطلع مظبوط. وبصوا شكله عامل ازاي يا جماعه. ادينا غيرنا الموديل، كان الكم بتاعه ساده غيرناه. يلا كويس ان هو اتحرق اصلا عشان شكله يتغير. بس كده اهو. بفك بقى الكم التاني برضو عشان ابدا اركبه زي التاني بالظبط اهو. باخد بصوا بعمل كده واعمل الافراد بتاعتي. اهم حاجه اهم من الشغل ضبط الشغل زي ما بيقولوا. مش تقعدي على المكنه عنه وخلاص، لازم تظبطي الحاجه عشان خاطر الحاجه تطلع معاكي مظبوطه، واللهم بارك تطلع جميله. بصوا كده يا جماعه، شايفين؟ على فكره افكار سهله جدا وبسيطه وتنفذيها انتي. حتى لو عندك المكنه السوداء، كده كده انت بتعملي حاجات ليكي انتي. المكنه السوداء دي حلوه للاستخدام الشخصي، مش تشتغل عليها. لو تستخدميها ليكي انتي وتعملي تفصلي حاجات ليكي ولعيالك حلوه جدا مش وحشه، بس اهم حاجه تخلي بالك من صيانتها. بس هنا قفلت خلاص اهو الكم اهو معايا. بصوا الحته دي كانت عامله مني من بره، فقلت لازم اظبطها اهي. بصوا انا ممكن الحاجات دي كلها اقصها في المونتاج بتاع الفيديو، بس لا انا بوريكم ان انا ذات نفسي بغلط. خلي بالك الواحد لو ما بيغلطش عمره ما هيتعلم، فلازم الواحد بيغلط عشان يتعلم ويبقى احسن من الاول. بس بقى الشاطر اللي يتعلم من غلطه، مش اللي يغلط ويروح يكرر الغلط بتاعه مرة واتنين وتلاتة. بس كده خلاص بقفل الكم معايا هنا كده زي ما حضراتكم شايفين. وهو كده بعد بقى بظبط معاه الفستان اهو يا جماعه. بظبط معاه الفستان كده وهبدا بقى ادخله جواه. عامه انا بحب اشتغل الحاجات الحريمي كلها على المقفول. اركب اقفل الجنب واقفل الكم واركب الكم بتاعه على المقفول، بيطلع معايا احسن على المقفول، تلبيسه بيبقى احلى. بس كده اهو بدات الف معايا واشتغل اهو يا جماعه. سهله جدا بسيطه ما فيهاش اي حاجه. خلي بالكوا يا صاحبته اصلا والله كانت كانت هتركنه، لا اما قالت انا عايزه اجيب حته جوبير وعايزه اركبها عليه. فانا قلت لها سيبيها انا هشوف عندي، لان هي كانت مفصله الفستان ده عندي. قلت لها انا هدور لك عندي واشوف القصاقيس كده الحته الباقيه منه مركونه عندي ولا لا. بصوا بقى هنا اهو خلاص اهو يا جماعه الفستان اللهم بارك. استنوا كده اهو شايفين شكله جميل جدا جميل، اللهم بارك اللهم بارك. تعالوا نشوف بقى الشكل النهائي بتاعه، شايفين ازاي؟ متنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه وتشيروا الفيديو عشان الفكره بس ما تقفش عندكم، ناس كتير تستفاد منها. والاهم تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم. واستنوني في افكار كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.